بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ حلقة جديدة من برنامجنا الساحرة المستديرة، وهنتكلم باستفاضة النهاردة عن ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا، أو بطولة الرابطة، بطولة أبطال السوبر اللي هو البطولة المستحدثة من اتحاد الكورة، اللي هي المفروض هتبدأ بكرة. قبل كده كان السوبر بيتلعب ما بين بطل الدوري وبطل الكاس، وكانت البطولة بتتلعب لا إلا في مصر لا إلا في الإمارات غالبا. فاحنا عايزين نقول بس أول حاجة كده، أول بطولة سوبر بدأت مين كسب أول بطولة سوبر، ومين بدأ ومين كسب آخر بطولة سوبر. أول بطولة سوبر كسبها نادي الزمالك، وتاني بطولة وآخر بطولة سوبر كسبها النادي الأهلي. النادي الأهلي كسب آخر بطولة سوبر لما فاز على بيراميدز 1-0، وكانت برضو البطولة بتتلعب في الإمارات. إنما دلوقتي البطولة بتتلعب برضو هتتلعب المره دي في الامارات، ولكن اول بطوله سوبر اتلعبت في مصر. كان وقتها المفروض النادي الاهلي هيقابل نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي اعترض وطلب تاجيل الماتش 24 ساعه، لانه كان عنده مباراه قبل مباراه الزمالك ب 48 ساعه. وقتها نادي اتحاد الكوره طلب ان الاهلي يلعب، والاهلي رفض. فلعب جابوا حبوا يجيبوا وصيف الكاس، رفض. وطلب وصيف الدوري، رفض. وفي الاخر لعب الزمالك نادي غزل المحله وكسب المباراه ديت، وحقق اول بطوله سوبر في اول مره كانت تتعمل. وتقريبا الكلام ده كان سنه 2000 2001، دي البطوله بتاعت 2000 2001. دي اول بطوله سوبر اتعمل. طبعا حامل اللقب هو النادي الاهلي، واكتر نادي فاز بلقب بطوله السوبر المصري هو النادي الاهلي. السنه دي بطوله جديده. البطولة دي اتعملت 4 فرق على غرار بطولة السوبر الأسباني، اللي بقالها 3 سنين بتتعمل 4 فرق وبتتلعب في السعودية. فالاتحاد المصري قرر إنه يعملها 4 برضه فرق، ولكن تلعب إيه في الإمارات. طب تيجي عايزين نحكي موضوع بطولة السوبر السنة دي، إيه الاختلاف اللي حصل فيها؟ الأهلي بطل الكاس، وبيراميدز والاهلي بطل الدوري. طب بيراميدز الوصيف بتاع الدوري، فلازم كان هيلعب، لان هو البطوله المفروض بطل الدوري بطل الكاس الوصيف بتاع الدوري الوصيف بتاع أو بطل كاس الرابطه. بطل كاس الرابطه سيراميكا، دي ما فيهاش كلام. وبطل الدوري هو كان نادي الزمالك، ولكن عشان نادي الزمالك السنة اللي فاتت انسحب من البطولة، فتم خد عقوبة 1,000,000 جنيه وإيقافه سنة من لعب البطولة ديت. لا، رغم إنها كانت بطولة السوبر، لكن هي نفسها بس بمسمى تاني وبطريقة تانية وفكرة تانية. فالزمالك انسحب، فدخل مكانه فيوتشر. ودي برضو حاجة غريبة، أنا كنت شايف إن هو أفضل من إن يلعب فيوتشر يلعب وصيف الكاس. هتقولي ما هو وصيف الكاس كان هيبقى إزاي؟ انما اكملنا البطوله ما اقيمتش او ما اتعملتش. طب ما انت عندك الزمالك موقوف، وبيراميدز هو اللي كان بيلعب الزمالك في بطوله نهائي الكاس اللي فات. طيب هتقول لي مين؟ هقول لك حق واحد بالموضوع ده، كان لازم يبقى نادي انبي، ودي شهاده حق يعني. انما فوتشر ده جابوه من حته بعيده خالص. انت كده بتلعب بطل كاس دوري بطل كاس، وبطل كاس الرابطه، دول اللي موجودين. انما الفريق المستحدث اللي هو فيوتشر، مودرن فيوتشر، جه وهو رابع الدوري السنه اللي فاتت او خامس الدوري السنه اللي فاتت. فيعني المهم ان ده اللي هيقام، وده اللي اتحاد الكوره اختاره. والبطوله ان شاء الله هتبتدي بكره. مباراتين. مباراه الساعه 3 هتبدا ما بين مودرن فيوتشر وبيراميدز، ومباراه الساعه 7 هتبقى ما بين الاهلي وسيراميكا. الاهلي هيقابل سيراميكا بكره. الماتش هيبقى الساعه 7 ان شاء الله. عايزين نتكلم بقى شويه عن ايه اللي الاهلي هيعمله، ايه اللي الاهلي ممكن تشكيله. ايه اللي اتقال النهارده في المؤتمر الصحفي؟ ايمن الرمادي بيقولوا له الاهلي مستنزف، او الاهلي مجهد من بطولة كاس العالم للانديه. ايمن الرمادي رفض الرد عن هذا السؤال خالص. النادي اللي بكره بيجيب لاعب جامد جدا في سيراميكا، انا بعتبره من اللعيبه المتالقين في سيراميكا، وهو صديق اجولا، مش هيلعب مصاب. احمد القندوسي رجع خلاص لسيراميكا. الاهلي بكره هتشهد بعض التغييرات، اذ ربما يبتدي باكرم توفيق في الباك اليمين. في كولر النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان احنا متسلحين بالجماهير، وده سلاحنا ان شاء الله بكره، مع طبعا اللعيبه كلها ان شاء الله جاهزين. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي يقدم اداء كويس، ويعني ربنا يسهل. وطبعا اللعيبه قالت ان احنا بعد ماتش البرونزيه
احنا جاهزين وعندنا بطولة تانية بنفكر فيها. والشناوي قال نفس الوضع، وقال احنا قدرنا ان احنا نحارب على كل البطولات وناخدها. كلام قال كولر كمان في المؤتمر الصحفي ان دي مش هتبقى حاجة حلوة لو احنا خسرنا 3 بطولات على التوالي في الموسم ده. احنا خسرنا طبعا السوبر الافريقي، وبعد كده خسرنا الدوري الافريقي اللي النسخة الاولى، والمرة دي البطولة ديت هي النسخة الأولى برضو من شكلها المستحدث. فلو خسرنا البطولة ديت هيبقى كده كتير أوي إن احنا نخسر 3 بطولات في أول موسم. فعشان كده الناس كلها مركزة. الأهلي مركز جدا في الماتش. موديست ربما يكون له دور بكرة. بس مش من أول ماتش، ما أعتقدش إنه هيلعبه من أول ماتش، هتبقى صعبة أوي. طبعا اللعيبة مجهدة شوية. ممكن كريم الدبيسي يبقى له دور على حساب علي معلول، لأن علي معلول لعب 3 ماتشات في أسبوع. في ممكن بعض التغييرات تلاقيها في التشكيل على اساس بس الاجهاد اللي كان عند اللعيبه، لان اللعيبه مخلصه يوم الجمعه، النهارده بكره الاثنين، فما فيش غير سبت وحد. حتى كولر لما جه يعمل التمرين قال عمل تمرين امبارح الصبح قبل ما يسافر من جده يطلع على ابو ظبي. كان تمرين استشفائي اكتر منه تمرين في يعني قوة والكلام ده. انما التقسيم او المران الرئيسي النهارده كان للنادي الاهلي على ملعب المباراة قبل الماتش على طول ب 24 ساعة. فالنهارده كان التدريب الرئيسي للنادي الاهلي ليه، وكولر عمل محاضرة بالفيديو وشرح بعض نقاط القوة والضعف والطريقة والخطة اللي هيلعب بيها. ان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي التوفيق. تشكيل النادي الاهلي مش هيخرج زي ما انا بقول لكم عن محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، كريم الدبيس، اكرم توفيق، مروان عطية، امام عاشور، ممكن كوكا يبدأ برضو عادي، وحسين الشحات وبيرسي تاو. في الهجوم اعتقد هيبدأ بكهربا الاول، وممكن على المباريات يغير، ينزل موديست ما ينزلوش بقى، دي على حسب سير الماتش. ولو ان انا متاكد انه هينزله يعني كتغيير. فاحنا هنشوف. ممكن اليو ديانج يبقى له دور، ما اعرفش برضو. هو بيحارب برضو الاجهاد اللي عند اللعيبه مجهده جدا. 3 اسبوع في 3 ماتشات، فكان ضغط كبير على اللعيبه، واللعيبه يعني مجهده قوي. لان الاهلي كان طلب تاجيل الماتش 24 ساعه، ولكن الماتش ده محطوط من زمان، وانت بتلعب في الامارات ما بتلعبش في مصر عشان تقدر تاجل وتعمل، لان كانت المواعيد محطوطه ومتنسقه مع اللجنه المنظمه في ابو ظبي. فكانت الموضوع صعب قوي ان الاهلي ان يتاجل ماتش ولا حاجه. ولكن ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق للاهلي. ان شاء الله بكره اللي هيدير المباراه للنادي الاهلي محمد معروف حكم ساحه، وفي مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر اللي هيدير المباراة أمين عمر. نتمنى الله إنها تبقى بطولة كويسة وجميلة، وإن شاء الله في الإمارات طول عمرنا بنستمتع بيها، الدولة الشقيقة إن شاء الله. وإن شاء الله نشوف ماتشات حلوة، وإن شاء الله الأهلي الفوز يبقى حليف النادي الأهلي. أنا بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.